أهلا بيكم يا أحلى متابعين في قناتكم. النهاردة معانا حكاية مثيرة جدا، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. صاحبة القصة بتقول: اسمي أمينة، خريجة صيدلة. كان حلم حياتي إني يكون ليا مستقبل كبير وعظيم. دايما كنت بحلم وأتمنى أساعد أهلي في كل حاجة، لأن ظروفهم المادية ما كانتش كويسة. علشان كده من وأنا صغيرة وأنا معتمدة على نفسي، وكان نفسي على الأقل أشيل عنهم عبء مصاريفي الشخصية وأعتمد على نفسي وكمان أساعدهم. علشان كده قررت أدرس وأتعب واجتهد علشان ربنا يكرمني وأوصل للي أنا عايزاه. وبالفعل دخلت الكلية وتعبت على نفسي كتير جدا، واتخرجت من كلية الصيدلة سنة 2004. دي كانت سنة خروجي. وقتها قررت لأول مرة أخرج بره الوزان، لأن أنا من أسرة مغربية وعايشة في المغرب. قررت أسافر للعاصمة الرباط علشان أشق مستقبلي، أبدأ طريقي وأحط أول خطوة في طريق النجاح. بالفعل استأجرت شقة وسافرت، وقلت أنا هبدأ من الصفر. ابتديت أدور على شغل، ولحسن حظي لقيت شغل بسرعة جدا. اشتغلت في وقت قصير جدا، وقدرت أحصل على وظيفة محترمة الحمد لله. لكن للأسف الدنيا ما بتفضلش تضحك للإنسان على طول. كنت كل يوم بروح الشغل كنت بروح الشغل كل يوم الصبح وأرجع على السكن. ما كنتش بروح أي مكان تاني. حياتي كانت كلها بين الشغل والبيت. لحد ما في يوم من الأيام، اليوم ده كان نقطة تحول كبيرة في حياتي. قررت أغير الروتين وأمشي من طريق مختلف. قلت لنفسي: ليه ما أتعرفش على أماكن جديدة بدل ما أفضل ماشية في نفس الطرق كل يوم؟ وفعلا مشيته في شارع أول مرة أمشي فيه. الشارع ده حسيت ناحيته بشعور غريب من أول خطوة. قلبي كان مقبوض ومش مرتاحة خالص. نظرات الناس هناك كانت مزعجة، حسستني إني لازم أخرج من المكان بسرعة. وأنا ماشية لاحظت عربية ماشية ورايا. في الأول ما كنتش متأكدة إذا كانوا بيتابعوني ولا لأ، لكن لما بدأت أسرع خطواتي لقيت العربية بتقرب أكتر. حسيت بالخوف وكنت عايزة أخرج من الشارع بأي طريقة. وفجأة العربية قربت مني لدرجة إنها بقت جنبي تماما. بدأوا يكلموني بكلام غير محترم. اللحظة دي قلبي كان بيضرب بسرعة كبيرة جدا، وكنت مرعوبة. حاولت أجري بأقصى سرعة، لكن العربية فضلت جنبي. وفجأة حصل اللي ما كنتش متوقعة. باب العربية اتفتح ولقوني فجأة في موقف ما كنتش عارفة أتصرف فيه. كان في واحد سايق العربية، وكان لابس نظارة سودة، ومعاه اتنين قاعدين وراه. في اللحظة دي أدركت إنهم بيتصرفوا بشكل مريب وإن نواياهم مش كويسة. حسيت إن حياتي كلها ممكن تتغير بشكل مأساوي، وإن اللي بيحصل ده ممكن يهدد كرامتي ومستقبلي. أول ما ركبوني العربية بدأت أصرخ وأتكلم معاهم، أحاول أستغيث وأفهمهم إني إنسانة محترمة. قلت لهم: حرام عليكم، أنا بنت ناس بسيطة وطيبين، ما عملتلكوش حاجة. كل اللي عايزاه في حياتي إني أعيش بكرامة وأكمل مستقبلي. حاولت أوضح لهم إني شخص عادي، دكتورة صيدلانية، وإني ما أستحقش اللي بيحصل. قلت لهم: لو محتاجين حد يعمل اللي في بالكم دوروا على شخص تاني، لكن أنا مش كده. أنا عايزة أعيش بالسلام. رغم كل المحاولات والاستغاثات، حسيت إن كلامي ما كانش له أي تأثير عليهم، وإن كل اللي كنت بحاول أوصله ليهم مش فارق معاهم. بالنسبة لهم اللي كنت بعمله ما كانش له أي تأثير، لأنهم واضح من البداية إنهم ما عندهمش أي ضمير أو أخلاق. كانوا ناس بلا إحساس، وكلامي واستغاثتي ما كانش ليها أي معنى بالنسبة لهم. ولما استوعبت إن صراخي وبكائي مش هيغير حاجة، قررت أتصرف بطريقة مختلفة. لقيت نفسي فجأة بركز في الطريق اللي ماشيين فيه. معرفش ليه، بس كان إحساس داخلي خلاني ألاحظ كل حاجة حواليا. وأنا مركزة في الطريق لاحظ واحد منهم وقال للسواق: قف بسرعة. ثم وقفوا العربية، بص لي وقال: انتي بتبصي على الطريق جامد كده ليه؟ وقتها ما قدرتش أرد عليه. كنت في حالة خوف وارتباك شديد. راح هو جايب حاجة سودة وغمى عيني بيها. في اللحظة دي حسيت إني لازم أحتفظ بهدوئي وأركز بأي طريقة، فبدأت أعد ضربات قلبي. كنت بحاول أشغل نفسي بحاجة علشان ما أفقدش تركيزي أو أعصابي. فضلت أعد وأركز لحد ما حسيت إننا وصلنا لمكان بعيد. كان بيت مهجور، وواضح إنه بعيد عن الناس. نزلوني من العربية، ولقيت معاهم شخص رابع مستني هناك. كان واضح من طريقتهم إنهم مبسوطين جدا باللي بيعملوه، وكأنهم شايفين إنهم مسيطرين تماما على الوضع. فضلت أصرخ وأستغيث بيهم، وأتمنى منهم يسيبوني أمشي في حال سبيلي. قلت لهم: والله ما هقول لحد على أي حاجة، سابوني لوجه الله.
اعتبروني زي أختكم. لكن للأسف ما كانش في أي استجابة ولا كان في أي إحساس منهم. بعد كده دخلنا البيت واتصلوا على شخص خامس وقالوا له إنهم وجدوا حد في الشارع وجابوه معاهم. هو ما صدقش وراحت المكالمة سريعا لحد ما وصل لمكانهم. في اللحظات دي كنت بمر بأسوأ أيام حياتي. كانت لحظات مليانة بالخوف والحزن والألم. كنت في حالة من الهستيريا، وكل ما كنت أصرخ كانوا بيحاولوا إسكاتي بالقوة. دخلوني غرفة وفضلوا يتعاملوا معايا بطريقة مؤلمة جدا، بدون أي نوع من الإحساس أو الرحمة، وكانوا مش مهتمين بمشاعري أو احتياجاتي. في كل لحظة كنت حاسة بالألم، وأتمنى لو كنت قادرة على الهروب أو الدفاع عن نفسي، لكن للأسف كانوا أقوى مني. كنت فقط قادرة على الصراخ، وما قدرتش أعمل أكتر من كده. فضلت أصرخ وأستغيث بيهم. كنت عايزة منهم يسيبوني أمشي في سبيلي. قلت لهم والله ما هقول لحد على أي حاجة، سابوني بس، اعتبروني زي أختكم. لكن للأسف ما كانش في أي استجابة. بعد فترة دخلنا البيت واتصلوا على شخص تاني وقالوا له إنهم لاقوا شخص في الشارع وجابوه معهم. هو ما صدقش وجاء المكان بسرعة. في اللحظات دي كنت بمر بواحدة من أصعب فترات حياتي، وكانت لحظات مليانة خوف وضغط نفسي رهيب. كنت بحاول أصرخ لحد ما تعب صوتي، لكن كانوا بيحاولوا إسكاتي بأي طريقة. كانت حالة هستيرية، ومش عارفة أعمل حاجة غير إني أصرخ وأطلب المساعدة. مضت 3 أيام وأنا في نفس الوضع. كل يوم كان بيعدي كنت حاسة إنني في جحيم حقيقي. كل تفكيري كان مشغول بإنني أقدر أخرج من المكان ده وأرجع لحياتي الطبيعية. وأخيرا بعد 3 أيام قرروا يسيبوني. لفوا عيني بحاجة علشان ما أشوفش، وركبوني العربية وتركوني في مكان بعيد. في اللحظة دي كنت حاسة إنني فقدت كل شيء. كنت مدمرة من جوه، وحاسة إن كل شيء في حياتي اتدمر. لكن كنت أعرف إن أهلي هيظلوا في قلبي دائما، وإنهم هيفهموا موقفي في يوم من الأيام. كنت في موقف صعب جدا، ما كنتش قادرة أتحمل الوضع ده أبدا. كنت عايزة أسترد حقي وحقيهم وحقي كل الناس في بلدي. كان في إيدي وقتها، وعشان كده قررت إني أغير هدومي وأغسل وشي وأنزل فورا علشان أبلغ عنهم. ما فكرتش في أي حاجة تانية، وقلت لازم أسترد حقي، ولازم أوثق كل حاجة حصلت. لازم يكون عندي رد على كل حاجة. أهلي سألوني عن الموضوع ده، وكان لازم أجيب حق أهلي. ورحت فورا علشان أبلغ عنهم. دخلت وحكيت كل حاجة في قسم الشرطة، لكن للأسف قالوا لي إحنا محتاجين أسماء الأشخاص اللي حصل معك معهم، وكمان لو عندك أي مواصفات أو تفاصيل ممكن تساعدنا نعرفهم. قلت لهم ما أقدرش أقول لكم أي حاجة غير إني ممكن أدلكم على المكان اللي تم فيه الحادث، لكن أنا مش عارفة الأشخاص دول. لو كنت أعرفهم كنت جيت لكم قبل كده. وهم فاهمين إنهم مش هيساعدوني إلا لو جبت لهم معلومات أكتر. خرجت من هناك وأنا محبطة جدا. معقول؟ معقول أروح أبلغ عن اللي حصل لي؟ قالوا لي هاتي معلومات عنهم. طب وأنا هجيبها منين؟ وهعرف الناس دي منين؟ أصلا ما بقتش عارفة وقتها أفكر ولا أعمل إيه. جتني فكرة إني أوكل محامي. أكيد المحامين بيكون عندهم طرق مختلفة عشان يجيبوا الحق. رحت فعلا وكلمت محامي كبير في البلد، واتناقشت معاه واتفاجئت إنه بيقول لي نفس الكلام. لازم أسامي الناس دول، لازم معلومات مهمة عنهم، لازم تعرفي أي خيط يوصلك ليهم. خرجت من عنده وأنا محطمة أكتر من الأول، مش عارفة أجيب حقي إزاي. يعني معقول؟ القانون نفسه مش هيساعدني؟ القانون هو المفروض يدور عليهم مش أنا. أنا إنسانة ضعيفة، والقانون هو اللي المفروض يعمل كل الحاجات دي. ورغم ضعفي ورغم اللحظات القاسية اللي عشتها، لقيت نفسي جمعت كل قوتي وقلت لنفسي أنا اللي هجيب حقي، أنا اللي هرجع شرفي من أول وجديد. محدش هيحس بيها غير نفسي. ومادام المباحث بتقول الكلام ده، وحتى القانون واقف عاجز قدام الناس دي، لازم أفكر في طريقة تانية وأرجع بيها حقي. ابتديت أشغل دماغي وأفكر جامد، وتخيلت كأني بقيتي زي ضابط شرطة. بدل ما أنا صيدلانية، لقيت نفسي بفكر إني أروح آخر مكان فاكرته إن أنا شفته، وأبدأ أعد ضربات قلبي لحد ما أوصل للعدد اللي كنت عداه. عملت كده فعلا. رحت على المكان الأخير اللي فاكرة إن أنا شفته ساعة ما كانوا موقفين العربية. ربطت عينيا وعديت ضربات قلبي، لقيت نفسي وصلت البيت غريب ومهجور تقريبا كده من الظاهر اللي بره. ده البيت اللي كنت قاعدة فيه، هو ده البيت اللي هم عملوا فيه اللي حصل.
قعدت أفكر حواليه عشان أجيب أي رقم أو أي حاجة لحد ما شفت بتاع البريد. خدت الرقم من عليه وخدته ومشيت. قعدت أفكر لازم أعرف مين الناس دي، أساميهم إيه، أهلهم مين، أي حاجة عنهم. وقدرت أفتكر إن كان في واحد بتاع كهرباء محصل أنا أعرفه. اتصلت عليه واديته الرقم ده وقلت له أنا عايزاه في خدمة. في شاب محترم متقدم لي وكاتب لي إن ده عنوان البريد بتاعهم اللي أنا ببعتله عليه، وعايزه أتأكد إذا كان الشخص ده فعلا أهله دول. ده بيته. عايزة أعرف كل حاجة عنه، عايزة أعرف تفاصيل عن عيلته علشان ما يكونش بيضحك عليا ولا حاجة، لأن ده جواز. وطبعا هو قال لي من عينيا الاتنين. وفعلا اديته رقم البريد واستنيت شوية أيام. بعد فترة اتصل عليا وقال لي إن البيت ده بتاع واحد اسمه مراد، وقال لي كمان على عنوان بيتهم الأصلي وكمان شوية معلومات عنهم. خدت العنوان ورحت. ولما وصلت أول حاجة شفتها قدامي هي العربية اللي هم كانوا واخدين فيها. وقتها عرفت إن مراد ده هو اللي كان لابس النضارة السمراء، هو اللي كان قاعد قدام في العربية. وفعلا دخلت وخبطت على الباب، حاسة إن الناس دي أسرة عريقة، أهلهم ناس مبسوطين وأغنياء من طبقة عالية. خبطت عليهم وفتح لي واحد منهم، وابتديت أقول له إن أنا صاحبة مراد وإن أنا عايزاه في حاجة مهمة. قالوا لي ما ثواني ونادوله، ودخلوا ندى ومراد. مراد أول ما شافني طبعا انهار واتفاجئ وما بقاش عارف يعمل إيه، وبقت عينيه مبرقة كده. طلع يكلمني وهو متوتر وقلقان جدا، وأنا كنت بحاول أطمنه بنظراتي وكنت أضايق نظرات حب. ولما طلع يتكلم معايا فهمته إن هو عجبني قوي، وإن اليوم اللي هو كان فيه من ده كان صعب جدا عليا، لكن في اللحظة دي أنا ارتحت له. قلت له إن أنا حبيته وارتحت له. بعد اليوم ده خلاص ما بقاش عندي حاجة تخوفني من العلاقة. كنت عايزة أعمل علاقة تانية معاه. وطبعا في الوقت ده هو ارتاح وانبسط جدا. وصدقني فعلا قدرت أمثل عليه دور البنت اللي بتحب وبتسعى ورا. مش عارفة هو إزاي صدق، خاصة إنه هو كان السبب في الحادثة دي، لكن هو صدق وارتاح وقال لي هو خلاص هاخدك ونروح نفس المكان تاني. وافقت وركبنا العربية ورحنا على المكان اللي كنت فاكرته. دخلنا البيت المرة دي كان مبسوط، وأنا طول الطريق كنت بقوله كلام حب وكلام طيب. وقلت له إنني ما كنتش عارفة يعني إيه علاقة غير معاه، وإنني نسيت كل حاجة حصلت قبل كده، وكل هدفي دلوقتي إننا نبقى مع بعض وننبسط. دخلنا البيت، وأول ما دخلنا استخدمت رشاش بخفة علشان أتعامل مع الموقف بسرعة. الرشاش ده كان بيخلي عينيه تتأثر وكان مش قادر يركز ولا يتكلم. في اللحظات دي ربطته وقعدت قدامه وابتديت أكلمه. أول ما فاق من تأثير اللي حصل بدأ يسألني أنتِ عايزة إيه؟ قُلت له: "مش عايزة منك حاجة غير إنك تقول لي مين الناس اللي كانوا معاك واحد، واحد." كان بيحاول يتهرب وما كانش عايز يقول أي حاجة، وكان فاكر إنني مش هاقدر أعمل حاجة. الصراحة قبل الأيام دي كنت فعلًا إنسانة ضعيفة، ممكن أذاكر وأجتهد، لكن ما كنتش متخيلة إني هاقدر أعمل كل الحاجات دي. كنت باستغرب لما أسمع عن تصرفات بنات غريبة أو عن مواقف شبيهة، لكن في اللحظة دي حسيت إنني مضطرة أتصرف بطريقة مختلفة علشان أسترجع حقي. لما لقيته مش مصدقني وكان مش متعاون قررت إني أستخدم وسيلة مختلفة علشان أثبت له إني مش بهزر. وقتها بدأ يفهم إنني مش سهل أتعامل معايا كده، وابتدى يعترف بكل حاجة وقال لي على كل التفاصيل اللي كنت عايزاها. المرة التانية كنت ببحث عن الشخص التاني، عرفت إنه غالبا بيقعد في مكان معروف، فقررت أروح هناك. كنت حريصة على تغيير مظهري علشان ما يلاحظنيش، وكنت معايا شوية مستحضرات تجميل عشان أظهر كأنني مندوبة مبيعات. قعدت أروح وأجيء بالقرب من المكان ده لحد ما جاء الوقت المناسب. شفته قاعد في المكان اللي كنت مستنيه فيه وهو كان بيشرب شاي. رحت واقفة جنبه كأني بعرض عليه حاجات للبيع وهو مشغول. وقتها كنت حريصة على وضع المادة بشكل سريع في مشروبه من غير ما يلاحظ. وبعد فترة من الوقت بدأت أراقب رد فعله. الموضوع كان سريع جدا، وبعد فترة قصيرة بدأ يظهر عليه علامات تأثر شديد. في اللحظة دي كنت في حالة من القلق الشديد، لكنني كنت أعرف إنني لازم أتأكد من تأثير تصرفاتي. بالانتصار والقوة وأنا واقفة بتفرج عليه، كل إحساس الضعف والمهانة اللي مررت بيه. ولما حسيت إن كرامتي كانت هتتسلم مني وقتها حسيت إنه بيرجع لي تاني. حسيت إني فرحانة قوي وأنا بتفرج عليه،
وهو بيتعب لحد ما وقع. أخدوه على الإسعاف، وهناك أكدوا خبر إصابته. بالنسبة لي ده كان الشخص التاني خلصت منه، وكده خلصت على 2 من 5، وبدأت أركز في التالت. كان اسمه سمير. سمير كان توقيعه سهل جدا، لأن اللي فهمته إنه كان يحب التفاعل مع السيدات، وكان شديد الاهتمام بهم. بمجرد ما كلمته في التليفون بطريقة لينة، حسسته إني واحدة مهتمة بيه جدا، ونفسي أقابله وأقضي وقت معاه. ما استغربش ولا دور. كان سعيد جدا إن في واحدة مهتمة بيه ومتصل بيه. أخدت منه ميعاد في مكان معين، وكنت مجهزة نفسي ومستعدة له كويس جدا جدا. كنت عاملة ميك اب كامل زي المناسبات الخاصة علشان هو مش هيعرفني وقتها، لأن أنا ما كنتش بحط حاجات تجميلية دي. طبعا قابلته في مكان، وكان معاه عربيته. عرفني وركبت جنبه وقلت له أنا اللي كلمتك في التليفون. كنت عايزاه يفضل مطمئن طول الطريق وما يفكرش في أي حاجة ولا يشك فيا. قعدت أقول له قد إيه إنه شخص سحرني بشكله وعضلاته وجسمه، وإن أنا مهتمة بيه جدا، وإن بقالها فترة وأنا بحلم بس إني أقضي وقت معاه، وإني بتمنى اللحظة اللي هو هيتقرب فيها مني. طبعا كلامي ليه ده سحره، كان مش مركز في شكلي ولا في صوتي ولا في أي حاجة، وكل تفكيره كان في اليوم اللي هيقضيه معايا. وصلت المكان كنت مخبية في جيركن بنزين. قلت له ينزلني هنا علشان هعمل حاجة بسرعة. نزلت وجبت جيركن البنزين اللي كنت مخبيه في الطريق ده، ولفت له من الناحية التانية. خبطت على الشباك ولسه بيبص لي، وقبل ما يتكلم رشيت في وشه مادة معقمة كانت معايا. طبعا ما قدرش يحس بأي حاجة ولا يفهم أصلا، وفي عز ما هو مش فاهم أي حاجة ومش قادر يتمالك أعصابه ولا يتحرك، كبيت البنزين كله على العربية وأشعلت فيها، ووقفت أتفرج عليه وهو بيشعل النار. كنت فرحانة قوي وقتها، حاسة بانتصار رهيب وفظيع. حاسة إن شرفي بيرجع لي تاني وإن أنا جبت حقي بإيدي. إحساس رغم إنه صعب، لكن عملت حاجات كتير علشان أوصل له. بصراحة كان يستاهل. إحساس الانتصار كان جميل جدا. كنت كاتبة على زجاج العربية له من 5. بعدت شوية واتفاجئت بأهالي المنطقة وهما بيحاولوا يطفوا العربية، وكمان خدوا سمير ودوه المستشفى. وقتها ما كانش لسه مات، لكن حالته كانت حرجة جدا. لكن وقتها المباحث والنيابة قدروا يحسوا إن في حاجة غلط، وقدروا يربطوا إن ال3 حالات دول هما ناس مقربين لبعض، وأكيد في حاجة بتربط ال3 ببعض. ومع التحريات قدروا يعرفوا إن هما ال3 كانوا أصحاب مقربين جدا، وقدروا يفهموا من قصة الأرقام اللي كانت موجودة جنب كل حالة إن هي بتشير إن في 5 حالات، وإن في حالة انتقام أو قتل متسلسل، وإن هم 5 أشخاص قعدوا يدوروا من بين كل أصحابهم على الشخصين اللي كانوا فاضلين. لكن كل ما نستجوبوا كان بيقول لهم إنهم في خطر، لكن ما كانوش بيقدروا يوصلوا لشيء، وما كانوش عارفين يوصلوا للاتنين اللي فاضلين، لحد ما أنا وصلت للرابع بتاعهم، وكان اسمه خالد. خالد كان شخص معروف إنه بيحب السهر في الكوباريهات والملاهي الليلية. وبما إني كنت عارفة الملهى الليلي ده، قررت إني ألبس لبس مناسب وأعمل مكياج يلفت الانتباه، وأروح هناك وانتظر إن خالد يكون موجود. ما استنيتش كتير، ولقيت خالد فعلا موجود في نفس المكان. حاولت إني أوقعه، وطبعا وقع بسهولة لأنه كان تحت تأثير الكحول. كان وقتها مش قادر يركز، وقدرت أخرج معاه وأركب معاه العربية بعد ما اتفق معايا إنه هيقضي وقت معايا. وإحنا في العربية وقبل ما نخرج من الجراج، لاحظت إن الجراج فاضي، فقلت مش مستاهلة إني أخرج من الجراج أصلا. رشيت ده بالبخاخ علشان ما يركز، وبثواني كنت قطعت رقبته بالمشرط وكتبت على العربية 4 من 5. ومشيته في نفس اللحظة دي المباحث لما وصل لها خبر خالد. كان موجود الشخص الخامس في النيابة، وكان بيحكي كل حاجة، وقال بالظبط كده إن هما من فترة قدروا يخطفوا واحدة ويأذوها هو وأصحابه ال5، وقال أسمائهم كلهم. وطبعا كان قال على اسم خالد، لكن أنا كنت أسرع من النيابة ووصلت قبلي. قال إن هو حاسس وشاكك إن البنت اللي هم خطفوها دي قالت لأهلها، وقال إن أكيد أهلها بيحاولوا ينتقموا منهم واحد ورا التاني، وأكيد ده التحليل المنطقي الوحيد للقصة. طبعا بعد ما اعترف بكده، النيابة حست فعلا إن ده اللي حاصل، وبدأوا يشكوا إن يكون حد من أهل البنت اللي اتخطفوا هو اللي بيعمل كده. في نفس الوقت تم القبض على الشخص الخامس علشان ياخد جزاؤه علشان اللي هو عمله فيا. في اللحظة اللي أنا عرفت فيها كل ده، قلت مش مشكلة. كنت نفسي كمان أقدر أوصله وانتقم منه بطريقتي،
لكن في النهاية هو مش هيهرب من جزائه طالما اتقبض عليه. خلاص كان المفروض إن الجهات المختصة هي اللي تجيب لي حقي. لكن في الوقت ده، سنة 2004، ما كانش في كاميرات في الشوارع في كل حتة، ولا كان في حد يقدر يعرف أي حاجة، ولا قدرت أثبت أي شيء. بصراحة ما قدرتش أجيب حقي غير بالطريقة دي، ودي كانت بالنسبة لي الطريقة الوحيدة في اللحظة دي. اكتشفت إن أنا حامل من مين فيهم ما أعرفش، بعد ما انتقمت منهم كلهم تقريبا. حتى الشخص اللي كان موجود في المباحث واللي تم القبض عليه اتصاب بحالة نفسية شديدة من كتر ما كان بيحس بالذنب وباللي هو عاشه، وإن أصحابه كلهم اتقتلوا. طبعا هو ما كانش عارف إن أنا اللي عملت كل ده، كان مفكر حد من قرايبي. لكن أنا قررت إني أكتب قصتي. كتبت قصتي في جواب طويل جدا، واديته للنيابة العامة بنفسي. بعته لهم في نفس اللحظة اللي كنت مجهزة فيها أوراقي وشنطتي وسافرت، وبعدت تماما عن البلد. حكيت في قصتي كل حاجة، حكيت عن هدفي في الحياة، وحكيت عن اليوم اللي حصل في كل شيء، وحكيت كمان عن انتقامي. وعرفتهم إن مفيش حد غيري اللي عمل كده، وإن أنا اللي عملت كده بنفسي علشان كنت عايزة أجيب حقي. كمان الحادثة دي سابت ليا طفل في بطني وأنا مش عارفة أصلا مين أبوه، بس ما كانش فارق معايا، لأنني قررت وقتها إن أنا هعيش علشانه، وإن أنا هكون له الأب والأم. ما حبيتش بصراحة إن أنا أنزله أو أخسره لأنه ملوش أي ذنب. فضل معايا، سبت أهلي وكل الناس، ومشيت وسافرت لبلد تانية بحياة جديدة، في مكان غريب ما كنتش أعرف فيه حاجة. وقررت إن أنا أبدأ حياتي من جديد. الجواب ده لما راح للنيابة، في ناس نشرته وفي صحف قدرت توصل له، والعالم كله عرف قصة أمينة المغربية اللي قررت تنتقم من الخمسة اللي أذوها علشان تجيب حقها، في ظل إن القانون نفسه ما قدرش يجيب حقها. العالم كله سمع قصتي بعد ما تسرب الجواب ده من جوه النيابة. وبكده تكون انتهت قصتي، وانتهت حكايتي اللي ما أتمنى أبدا إن أي حد يمر بيها، وما أتمنى كمان إن حد يضطر يجيب حقه بإيده. لأن القصص دي بتاخد مننا زي ما بتدينا. زي ما أنا انتصرت وفرحت، لكن برضو في حاجات اتخدت مني. وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية قصة النهاردة. بتمنى من كل قلبي لو كملت القصة ما تنساش تشاركنا رأيك تحت في التعليقات، لأنه أكيد يهمني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وياريت لو تعمل شير لأصحابك وحبايبك عشان هما كمان يشاركوا رأيهم في قصة النهاردة.